السلام عليكم أساطير اتش دي أكشن. بطلنا النهاردة يا أسطورة بيتعرض لخيانة صعبة جدا، لأن الخيانة دي بتبقى من صديق عمره لكنه بيقدر ينجو منه وبيرجع وكله غضب علشان ينتقم منه. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع واحد اسمه سوني كان نفسه يبقى شخص سوي علشان يساعد الناس، لكنه اتحول لشخص محدش يعرف يقف في طريقه. وعلشان نعرف ايه اللي وصله للمرحلة دي بنرجع بالزمن بس اسبوعين لورا، وبنشوفه رايح ياخد صاحب عمره فينيس، وبنعرف ان فينيس متضايق لان ابوه محبوس وعاوز يخرجه باي طريقة، فبيواسيه سوني وبيقول له انه هيساعده علشان يخرجه. بعدها بيروحوا لصاحبهم التالت اللي لسه ناقل في بيت جديد وبياخدوه وبيمشوا، وبمكان تاني بنلاقي ابو فينيس بيمسح الارض في السجن، وبيبقى في واحد مركز معاه جدا وبيعرفه انه هيتنقل للسجن العمومي اللي بيبقى فيه اخطر مجرمين في العالم، وبيقول له انهم هيمسحوا بيه الارض. فبيتعصب ابو فينيس وبيهجم عليه وبيفضل يضربه وبيوقعه على الارض وبيفضل يضربه برجله لحد ما العساكر بتيجي تبعدهم عن بعض، وبيكتفوا ابو فينيس وبينقلوه على زنزانته. وبالليل في نفس اليوم بنلاقي سوني وفينيس سهرانين وبيفضلوا يضحكوا لما بيفتكروا ان صاحبهم التالت كان مرعوب في اول مره شاف ابو فينيس، وبيدخلوا يناموا علشان عمليه السرقه اللي هيعملوها بكره. ومن تاني يوم على طول بيروحوا يقفوا بالعربيه في المكان اللي هيعملوا فيه العمليه، واول ما بيظهر الهدف بتاعهم بيقفلوا عليه الطريق وبينزلوا من العربيه وبيفضلوا يضربوا نار على الناس، والعربيات بتخبط في بعض وكل الناس بتنزل تجري منها. وفينيس بيكسر باب العربيه اللي فيها الهدف، وده بيكون مربوط في ايده شنطه بسلسله، فبيقطع فينيس السلسله وبياخد الشنطه وبيوجه المسدس في وشه. ورغم ان الشخص ده بيفضل يتحايل عليه علشان ما يخلصش عليه لانه مجرد ساعي بيوصل البضاعه، لكن فينيس ما بيفرقش معاه وبيضربه طلقه في نص دماغه. اما سوني فبيفضل واقف قدام السواقه اللي كانت في عربيه الساعي وموجه السلاح عليها لكنه ما بيقدرش يموتها، وبيجري بسرعه على العربيه بتاعتهم وبيهربوا هما الثلاثه. وبعد اللي حصل بيبقى سوني متعصب وبيتخانق مع فينيس علشان موت الساعي، وبيبقى تبرير فينيس انه لو كان سابه كان هيدور عليه ويموته. وصاحبهم الثالث ساعتها بيهديهم الاتنين علشان يستمتعوا بالغنيمه اللي جابوها، واللي بتبقى عباره عن كرات الماس بتقدر ب5 مليون دولار. ومفيش ثواني وبيجي لهم الراجل اللي هيشتري منهم الالماس، بس للاسف ده بيبقى كمين من فينيس وبياخد مسدس من الراجل اللي جاله بالعربيه وبيخلص على صاحبهم الثالث الاول وبيضرب سوني طلقه وبيهرب. لكن لحسن حظ سوني الطلقه بتيجي في كتفه ومفيش حاجه بتحصل له، وبيروح لواحد صاحبه وبيخليه يطلع له الطلقه وبيداوي له الجرح. وبيبقى صاحبه ده مش مصدق ان فينيس هو اللي كان عاوز يخلص عليه، لكن رغم كده كان متوقع لانه سمع من ناس في الحانه اللي بيقعدوا فيها ان فينيس بيدبر لمهمه كبيره. وبعد ما صاحبه بيداوي له الجرح بيديله قميص تاني علشان الشرطه ما توقفوش لما تشوف القميص عليه دم، وبيقول لسوني يروح يدور عليه في الحانه لانه حتى لو ما كانش هناك هيلاقي حد يعرف مكانه. وساعتها بيشكره سوني وبيسيبه وبيمشي. لكن اول حاجه بيعملها سوني بيروح للكنيسه وبيفضل يدعي لصاحبه اللي مات، والقس بيروح له يواسيه لما بيعرف انه صاحبه مات. بس لما بيطلع من الكنيسه بيظهر له قاتل مأجور من اخطر ما يكون، وبيروح لسوني يعرفه انه تبع الناس اللي سرقوا منهم الالماظ. وحتى لما سوني بيحاول يعمل انه ما يعرفش حاجه بيهددوا القاتل انه لو ما ساعدهوش انه يوصل لفينيس هيروح يرجع الالماظ بمعرفته وهيرجع له تاني علشان يخلص عليه. وبيدي لسوني مهله اسبوع وبيسيبه وبيمشي. وعلشان سوني يأمن شر القاتل بيروح على طول الحانه اللي صاحبه قال له عليها، وبيثبت الحارس بالمسدس وبيدخل يلاقي ناس بتلعب قمار، وبيسألهم تحت تهديد السلاح عن مكان فينيس، لكن كلهم بيقولوا له انهم ما يعرفوش عنه حاجه. فبياخد شويه فلوس من على الترابيزه وبيمشي، وبعدها بيروح ياخد القهوه بتاعته في كافيه وبيمشي. لكن لما بيخرج بيلاقي شخص ضخم جدا بيهجم عليه وبيوقعه على الارض وبيضربه فبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه قاعد قدام اخطر زعيم عصابه في البلد، وبيعرفه انه ممكن يخلص عليه في ثواني لمجرد انه عرف انه سرق فلوس من الحانه، لانه يبقى المسيطر الوحيد على البلد ومستحيل حد يعمل حاجه هو مش عاوزها. بس لما بيعرف زعيم العصابه ان سوني بيدور على صاحبه اللي غدر بيه بيقول له انه مستعد يساعده، بس مقابل انه يروح يسرق فلوس واحد بيغسل اموال، واهله عرفوا هو دافن الفلوس فين قبل ما يموت. فبيضطر سوني يوافق وبيبعت معاه الضخم، وعلى طول بيروحوا على المكان وبيستنوا في العربيه لحد ما بيلاقوا اهل اللي مات طلعوا الفلوس. وبينزل سوني من العربيه لوحده وبيضرب واحد على دماغه بالمسدس وبيوقعه على الارض. اما التاني فبيستناه لحد ما بيرجع وبيوجه المسدس عليه وبيخليه ينزل على ركبته وبيضربه بالرجل وبيهرب بالفلوس، وبيركب العربيه مع الضخم وبيهربوا. بعدها الضخم بيستريح لسوني وبيقول له يكلم واحد صاحبه بتاع ممنوعات علشان يحتفلوا مع بعض.
بعض. وبعد ما سوني بيكلم صاحبه بيروحوا له الاتنين على طول وبيدخلوا بيته لحد ما بيجهز لهم اللي هم عاوزينه. ساعتها بيتوهم الضخم بالاسلحه اللي صاحب سوني مخبيها عنده، وبيفضل يلعب ويستعرض بالاسلحه بما انه حارس اكبر زعيم عصابه في البلد، وده بيخلي صاحب سوني يتعصب عليه. لكن ما بيعديش ثواني وبيسمعوا صوت ضرب نار، وبيتصدموا لما بيلاقوا الضخم ضرب نفسه طلقه في دماغه ومات. وبيبقى صاحب سوني مرعوب ان الحكومه تقبض عليه، لكن سوني بيقول له يجيب له حاجه يحطها على الجثه وهياخده ويمشي. فبيجيب له صاحبه ستاره وبيرميها على الجثه وبيشيلها معاه وبيحطوها في شنطه العربيه. وبعدها صاحبه بيقول له ما تجيليش هنا تاني. وبعدين بياخد سوني الجثه وبيروح لواحد صاحبه شغال جزار، وبيدخله الجثه من الباب الخلفي للمصنع بتاعه. وبيلبس الجزار نظارته وبيبدا يقطع في الجثه حته حته، وبياخد كل قطعه وبيرميها في مفرمه، وحرفيا بيعملوا لحمه مفرومه. والتاني يوم بيروح سوني نفس المكان اللي عملوا فيه عمليه السرقه، وبيلاقي السواقه اللي كانت نقله الساعي موجوده، وبيستنى لحد ما بتقف في اشاره وبينزل يركب معاها وبيحط المسدس في دماغها. وبيعرف منها ان اسمها ميا، وان فينيس هو فعلا اللي كلمها علشان تنقل الساعي. علشان كده فضل ينادي عليه وهو موجه السلاح في وشها، لكنها ما كانتش تعرف اللي فينيس كان ناوي عليه، وانها ما تعرفش حاجه عنه من وقتها. فبيعمل سوني انه مصدقها وبيسيبها وبيركب عربيته، لكن بيفضل مطاردها لحد ما بتروح تقف عند بيت وما بتخرجش منه غير بالليل. وبعد ما بتمشي بيفكروا بيت فينيس، وهي جت تبلغه باللي حصل، لكنه بيلاقي في البيت واحد تاني، فبيهدده انه هيخلص عليه لو ما قالوش على مكان فينيس. فبيقرر الشخص ده انه يحكي له كل حاجه، وبيعرفه ان ميا تبقى حبيبته، وانه هو وفينيس استغلوها علشان ياخدوا الالماظ، لانه شغال سمسار وخد نسبته من فينيس بعد ما باعوا الالماظ. ولما سوني بيضربه وبيحط السلاح على دماغه بيعترف له الشخص ده ان فينيس عايش في مكان وكله مليان حراسه. ساعتها بيسيبوا سوني علشان يدور على طريقه تانية يوصل لفينيس من خلالها. اما السمسار ده فبيروح لفينيس وبيعرفه ان سوني راح هدده في بيته، لكن فينيس ما بيشغلش باله غير لما بيتاكد ان سوني عرف مكانه، وبيخلي الحارس الشخصي بتاعه يخنق السمسار ويخلص عليه. وهنا بنعرف ان ميا تبقى حبيبه فينيس، وهو اللي خلاها تصاحب السمسار علشان يبيع لهم الالماظ، وبتبقى فرحانه انه خلاص هيبعد عنها. وعلى الناحيه التانية بنشوف زعيم العصابه مخلي رجالته يقلبوا الدنيا علشان يوصلوا لسوني والحارس بتاعه، لكن محدش بيلاقي لهم اثر. وبيقرر يروح بنفسه مع الخادم بتاعه اللي بيبقى جايب له واحد من الاتنين اللي سوني ضربهم وسرق فلوسهم، لكن واحد من رجالته بيفضل يضربه لحد ما بيكسر له وشه وبيموت. فبيتعصب زعيم العصابه وبيخليه يروح يدور على التاني. وفي نفس الاثناء بيروح فينيس يستقبل تاجر السلاح اللي عايش تحت رحمته، لانه دفع له فلوس كتير مقابل الحمايه دي بعد ما باع الالماظ، وبيطلب منه يحميه من سوني. لكن تاجر السلاح بيعرفه ان سوني دخل زعيم العصابه في الموضوع وهرب، وانه مستعد يسلمه ليه في اي وقت لو طلب علشان ما يدخلش نفسه في مشاكل. اما سوني فبيروح يبكي بالدموع جنب قبر صاحبه، وبيواسي مراته وبيوعدها انه هيرجع حقه. وبعدين بيروح لابو فينيس في السجن وبيعرفه انه هيخلص على ابنه، لكن ابو فينيس بيتعصب وبيبقى هيكسر الازاز اللي بينهم علشان يخلص عليه، بس العساكر بتكتفه وبترجعه الزنزانه تاني. وفي وقت تاني من نفس اليوم بنلاقي ميا رايحه عند فينيس وباين عليها الرعب، وما بيفرقش معاها انه بيخونها، وبيبقى كل اللي شاغلها انه يتصرف ويقضي على سوني لانها ممكن تلاقيه قدامها في اي وقت. وبالفعل بيبقى سوني ساعتها في ماركت وبيشتري كل الادوات اللي محتاجها علشان يخلص على فينيس، لكن بعدها بيظهر الشخص اللي محدش كان عامل حساب لظهوره، وهو القاتل المأجور، واللي بيروح لميا البيت وبيمسكها من شعرها وبيكسر بيها كل ازاز البيت، وبتتعور في كل حته في وشها، وبيسالها عن مكان الالماظ، فبتعرفه انهم باعوه، وبتمسك ازازه وعاوزه تعوره، بس القاتل بيكسر الازاز في ايديها. ولما بيروح لها فينيس بالليل بيفضل يخبط، ولما محدش بيرد عليه بيكسر الباب وبيدخل يلاقي جثتها غرقانه في الدم، وبيفضل يعيط من حزنه عليها لانه كان سبب في موتها. ولما بيقوموا الحارس بتاعه بيتعصب عليه فينيس وبيخليه يسبقه على العربيه، وبيقوم وهو متعصب جدا وبيكسر اللي باقي من الازاز. وفي اليوم اللي بعده بيبقى زعيم العصابه جايب الشخص التاني اللي سوني ضربه بالرجل وهرب وقت السرقه، وبيعلقه من رجله وبينزل دماغه في حوض مليان ميه، وبيطلعه يستجوبه عن مكان سوني، لكنه ما يعرفش حاجه عن سوني بعد ما هرب. وبيفضل زعيم العصابه يخلي الخادم بتاعه يطلعه وينزله في الميه لحد ما بيموت. وبعدها بنلاقي فينيس بيطلع فلوس من الخزنه وبينزل يقابل السجان بتاع ابوه في الخارج، وبيديله الفلوس علشان يحمي ابوه في السجن العمومي، لكن السجان ما بتعجبوش الفلوس، وبيعرفوا ان لو ما دفعش اللي هو عاوزه هيخلي واحد من المجرمين يخلص عليه. فبيتعصب فينيس وبيحط المسدس في دماغ السجان، لكن بيراجع نفسه وبيهدى علشان حياه ابوه ما تروحش بسبب تهوره، وبيقول للسجان انه هيجهز له الفلوس وهيكلمه. وبيروح فينيس بعدها يزور ابوه وبيعرفه ان ميا ماتت، وهنا بنعرف ان ميا تبقى اخته مش حبيبته زي ما كله فاكر. فبيتعصب عليه
ابوه بيعرفه ان سوني جاله هنا، ولو ما خلصش عليه في اقرب وقت سوني مش هيرحمه. في الوقت ده بنلاقي سوني بيطلع الفلوس من الشنطة وبيقطع دبدوب وبيحط جزء من الفلوس جواه وبيكتب رسالة لحد عليه، وبياخد الجزء اللي فاضل وبيروح يحطه في خزنة محطة القطر، وبيبدأ في تنفيذ خطته اللي بدايتها انه بيروح لزعيم العصابة وبيقول له ان فينيس هجم عليهم بعد ما سرقوا الفلوس وخلص على الحارس بتاعه وضربه وخد منه الفلوس. وبيطلب سوني من زعيم العصابة انه يديله رجالة وسلاح علشان يروح يرجع الفلوس، لكن زعيم العصابة سهلها عليه وبيكلم تاجر السلاح يجيب له فينيس، وبيروح هو شخصيا معاه. وبيظهر في الطريق ان زعيم العصابة ارتاح لسوني وبيفضل يديله في نصايح علشان يحسن قدراته ويحدد الخطوات اللي هيمشيها في اللي جاي من حياته. وبمجرد ما بيوصلوا للمخزن بتاع تاجر السلاح بينزل زعيم العصابة ومش مقتنع بأي حاجة غير ان فينيس سرق الفلوس من سوني ومش هيسيبه الا لما ياخد الفلوس. لكن على اخر لحظة الحارس بتاع فينيس بيضرب زعيم العصابة طلقة في دراعه، وبيتبادل اطلاق النيران مع رجالة زعيم العصابة لحد ما بيخلصوا كلهم على بعض. اما فينيس فبيستغل الفرصة وبيجري، وسوني بيدخل معاه في مطاردة مثيرة جدا لحد ما فينيس بيعدي الطريق، وسوني بيستنى الاتوبيس اللي بيعدي، لكن بعدها بيختفي فينيس وبيروح على البيت على طول وبيلم الفلوس اللي معاه كلها وبيتصل بالسجان علشان يديله الفلوس. لكن قبل ما يهرب من البيت بيلاقي القاتل المأجور قدامه وبيهدده انه هيخلص عليه لو ما سلموش الألماظ، لكن فينيس بيجرجره في الكلام لحد ما بيقعد على الكرسي وبيعرف منه انه هو اللي موت مية، فبيضربه فينيس طلقة في رجله بالمسدس اللي مخبيه تحت المكتب وبيقوم يخلص عليه وبيهرب. لكن اللي ما كانش عامل حسابه ان سوني عارف مكان البيت وبيستناه لحد ما نزل من البيت وبيضربه على دماغه وبيفقده الوعي. وبكده بنعرف تفاصيل الاحداث اللي خلت سوني عاوز ينتقم ومفيش حد هيقف في طريقه. وبنلاقيه نازل من العربية في المكان الفاضي وبيطلع فينيس من شنطة العربية وبيفضل يضرب فيه بالرجل، وبعدين بيجيب جيركن بنزين وبيغرق فينيس بيه وبيفكه بايده وبيديله الفاس اللي اشتراه وعاوز فينيس يحفر قبره بايده. وساعتها بيفكروا سوني بصاحبهم اللي موته وبيضربوا طلقة في رجله، خصوصا ان فينيس فضل يشتم عليه ويقول عليه جبان. فبيقوم فينيس تاني وبيعترف لسوني انه غدر بيهم لانه محتاج الفلوس علشان يحمي ابوه. وهنا بيقرر سوني انه يبقى رحيم معاه وبيسيبه مرمي في الارض لوحده وبيهرب بالفلوس اللي من غيرها بنشوف مجرم في السجن العمومي ماسك سكينة وبيهجم على ابو فينيس وبيفضل يطعن فيه لحد ما بيخلص عليه. ومن ناحية تانية بيبعت سوني الدبدوب اللي حط فيه الفلوس لمرات صاحبهم اللي مات، وفي النهاية بيروح ياخد الفلوس اللي خباها في خزنة محطة القطر وبياخدها علشان يبدأ حياة جديدة. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD أكشن.